اخر حكمة حيدر بيها تبط هالعالم وخيراته من حكمته ومن هالعالم وخيراته من حكمته ومن اخر حكمة حيدر يا علي يا علي حكمة اللي ردت بطر يعقوب هاي الحكمة بالناس وحكمة للي بيها عيسى يبرأ الأكمة والأبواب وحكمة العبرة موسى ومن بن إسرائيل خلاص كل رسول انتصر بيها وبيها حامد دار مختار حكمة علي راعي العدل تسريجت ويا الرسل شرع النبي بمتصل اتسع بيه وماسك الله فتح بيها المصطفى والسيطر فتح بيها المصطفى والسيطر لو ما علي وهالحكمة ما شو مخمد الأمة اخر حكمة حيدر بيها اخر حكمة حيدر اخر حكمة العالم وخيراته من حكمته ومن ذا خلوني اكمل القصيدة لان مجال معكم. بطل علمي بطل سلمي بطل بانواع المعارف بطل بالافلاك حيدر بطل لا مكتشف كاشف بطل بانواع العدالة بطل الشر ما يحالف بطل يوفي بعهده حتى الموت ابدا ما يخالف ثقاف ونوار للفكار وعن الحياة انطي صور اعظم مدرس للبشر علي ومجموعة عواطف بطل كل واعب صيف بطل كل واعب صفات تحيا كل عالم المتبصر بالذات ظل متحير اخر حكمة حيدر بيها تبط اخر حكمة حيدر هالعالم وخيرات من حكمته ومن ذاته هالعالم صارت ارباب العقول بوصف ذات الجوهرية ذات ابدا ما عرفها غير خالقها ونبيه شرب وصف شرب حرور من معاني المعنوية يا علي واليوم ظلت حايرة افكار البرية جغرافي بدوار الفلك علم الجبر منك الك والعالم بعلمك تلك بالدروس الجامعية علم وبكل جامعة يتقرر علم وبكل جامعة يتقرر هذا العلم رباني هذا العلم انساني اخذ حكمة حيدر هتبصر هالعالم ترجمة
الذات ابدا ما عرفها غير خالقها ونبيه. شرد وصف شرد حرر من معاني المعنويه يا علي، واليوم ظلت حايره افكار البريه. جغرافي بدوار الفلك علم الجبر منك الك، والعالم بعلمك سلك بالدروس الجامعيه. علم وبكل جامعة يتقرى، هذا العلم رباني هذا العلم انساني. اخذ حكمة حيدر بيها، اخذ حكمة لغات العالم بكل المكاتب، واستفادت من علومك يا علي اسمى المراتب. درست علومك دراسة عمل عن جد الاجانب، واحنا ظلينا بعضنا الما بعض نغزي ونحارب. سهرت ونمنع للجهال، اعتمدت وظلينا بأمال. درست وحطمنا الكسل وحصلت اعلى المطالب. فخر دنيا واخيرة من المصدر، فخر دنيا واخيرة من المصدر. فكرة علي توعيها اهل العلم ترويها، اخذ حكمة حيدر بيها. وبالنجس درست دراسة حللت نهج البلاغة وشرحت بمعنى السياسة، وشافت قرآن ثاني وثابت الحكمة من أساسه، وردت بأسمى المعاني وحصلت أكبر رئاسة. عرفت ثمر هذا الدرس منتوجة طيب من الغرس، وبهالعلم حملت نفس مو خضع ليك التباسة. صحن يرجح بالعلم على الأزهر، صحن يرجح بالعلم على الأزهر بكل جامعة وكلية، والعلم الراعية. اخذ حكمة حيدر بيها. المرتضى حقي من باهي تخرجت منا فطاح العلم بالعالم دواهي، مثل شيخ الاردبيلي والبهائي والكفائي بالعلم يا فيلسوف وعبقري الحيدر يضاهي. ما صار مثل بكل بهاء وكل عالم بعلم افتخار. شم الريح صراح بالخبر علي بكل كوكب سمائي، كشف عن هذا الفضاء واخبار، كشف عن هذا الفضاء واخبار. كل كوكب وعنوانه انتصور سكانه. اخذ حيدر بيها.
الساسة يريدون من علي أن يكون معاوية بن أبي سفيان، ويأبى علي إلا يكون ابن أبي طالب. يقول محمد جواد مغنية في كتابه في ظلال نهج البلاغة: ومن هنا افترقت الفلسفة الأمريكية عن قول الإمام علي عليه السلام، فإن العمل عند الإمام العمل النافع الذي لا ضرر معه ولا ضرار، العمل في حدود ما حرم الله وما حرم، ولا يطاع الله من حيث يعصى. أما البرجماتية الأمريكية فإنها تقول كل الوسائل صحيحة وخيرة ما دامت تؤدي إلى الهدف المطلوب. وبكلمة إن المنفعة عند البرجماتيين الأمريكيين هي الانتهازية، وعند الإمام هي سد الحاجة في حدود المبادئ والقيم. تعال معي إلى خطبة الجهاد حيث يقول: أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة جعلها الله خاصة لأوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله العقيلة، إلى أن يقول: يا أشباح الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لو وجدت إني لم أعرفكم معرفة والله جرت سدما وعاقبت ندما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي خيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمان أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، لله يا أبوهم فهل أشد لها مرسا وأقدم فيها مقاما مني، لقد نهضت بها وما بلغت 20، وها أنا ذا قد ذرفت على 60 ولكن لا رأي لمن لا يطاع. يا قالع الباب التي عن هزها عجزت، أكف 40 و40 أكون فيك صميدع، حاشا لمثلك أن يقال صويدع، اخذ حكمة حيدر بها، اخذ حكمة